سايق عربيتي كالعادة ومش مقرر أروح فين، بس اللي كنت عارفه إني مينفعش أرجع البيت، لأني لو رجعت هتخانق معاها، وبدل ما تبقى مشادة عادية في التليفون احتمال الموضوع يكبر وننفصل. مش عارف لحد إمتى هفضل أمتص غضبي وأكتم جوايا، وهي في المقابل تخترع خناقات بدون مبرر. في اللحظة دي موبايلي رن، كان ياسين صاحبي اللي بيتصل. رديت عليه وأنا بنفخ وبقول له: ألو، خير، أنت كمان عايز إيه؟ ولا حاجة، اهدى كده بس يا درش. أنا رحت أسأل عليك في النيابة، قالوا لي إنك مشيت وكنت متعصب، فقلت أتصل بيك أشوف مالك. كالعادة يا ياسين، مشاكل معاها ويا ريتها مشاكل تستاهل، دي حاجات تافهة شبهها. هي أول سنة جواز بتبقى كده، شد وجذب لحد ما تاخدوا على طباع بعض، وبعدها كل واحد فيكم يفهم التاني. يا ابني ده احنا مخطوبين 3 سنين ما اتخانقناش فيهم مرة، اشمعنى الخناق حلي بعد الجواز؟ عشان الاهتمام قل من وجهة نظرها. أنا تعبت، وشكلي في مرة كده هقوم مطلقها، زي ما بتزن عليا كل شوية واخلص. طول بالك، في ايه يا مصطفى؟ ده انت مش كده مع المجرمين اللي عندك، خليك هادي معاها كده شوية وبلاش علاقة الندية دي. والله الكلام ده بقى محتاج تقوله لها هي، مش أنا. مش هي بنت خالتك واختك في الرضاعة؟ روح قول لها بقى الكلمتين دول، وعرفها بالمرة إن مينفعش أسيب شغلي عشان هي عايزة تتعشى سوشي في مطعم معين. نعم. ما هي كانت بتتخانق معايا عشان حجز المطعم راح عليها، وانا قلت لها يا ستي اطلبي دليفري وانا هدفع. بس ازاي توافق وتعدي؟ لا، كبرت الموضوع واتخانقت واتعصبت وعملت ليله من مفيش. طيب انا هكلمها، ولا اقول لك انت مروح امتى؟ تعالى نجيب سوشي ونفاجئها يا عم واحللك مشكلتك. انت طيب قوي، هي زعلانه من الموقف مش عشان الاكل. طيب اعمل لك ايه؟ يبقى خلي مراتك تكلمها وتعقلها، ما هي اكيد هتشتكي لها مني كالعاده. طيب خلاص ماشي، انت تؤمر، ربنا بس يهدي سركم. طب اقفل يا ياسين لما اشوف محي بيتصل ليه. ماشي، ويبقى طمني لما ترجع البيت، اشوفك بكره بقى ان شاء الله. ان شاء الله. قفلت معاه ورديت على مكالمه محي اللي كانت على الويتنج وقلت له: ايوه يا سياده الرائد، خير مالك؟ حضرتك فين؟ نعم، ده انا مراتي ما بتسالنيش السؤال ده، في ايه يا محي؟ ما اقصدش والله يا فندم، بس محتاجين حضرتك ضروري. قول في ايه، انا جاي في الطريق. كالعاده جريمه قتل، بس المره دي جريمه غريبه شويتين. كل جرائم القتل الفتره دي بقت اغرب من بعضها، ابعت لي اللوكيشن وانا هجيلك على هناك. حاضر يا فندم. قفلت معاه ورنيت على هدير اللي ردت عليا بعد ما كنت وصلت لمكان الجريمه. قلت لها قبل ما انزل من العربيه: لسه زعلانه؟ هيفرق معاك يعني؟ ما انت سهران بره وما هنش عليك ترجع تصالحني. حقك عليا، ما كنتش حابب ارجع عشان ما نشدش سوا، انا برضو يعز عليا زعلك. هخلص الشغل اللي معايا وهرجع البيت، وهجيب لك سوشي يا ستي ونسهر للصبح قدام التلفزيون. بجد يا مصطفى؟ بجد يا ديرو، يلا ادعي لي بقى ربنا يوفقني. ربنا يوفقك يا حبيبي. قفلت معاها وبطلت العربيه ونزلت. بصيت على الشارع اللي كان هادي زياده عن اللزوم، وقربت من القوه اللي كانت واقفه قدام المكان. اول ما محي لمحني قرب مني وقال لي: اهلا وسهلا يا سعاده الباشا. اهلا بيك يا سياده الرائد، قول لي بقى التفاصيل بشكل سريع كده قبل ما ادخل. حاضر يا فندم. المحل ده اسمه ورد ستور، متخصص في الورود، وفيه ركن صغير كده لبيع الهدايا والانتيكات جنب الورد. صاحبته اسمها ورد سليمان. انا فادي فيكتور، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حكاوي الليل. جاي لكم النهارده بقصه من كتابه ليزا زغلول واعداد شادي اسماعيل. بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وما تنساش تشترك في جروب حكاوي الليل على الفيسبوك، هتلاقيني سايب لك لينك الجروب في الوصف والكومنت المثبت. ومن غير بقى ما اطول عليكم، يلا نبدا حكايه جديده من حكاوي الليل. صاحبة المحل اسمها ورد سليمان، عندها 26 سنة. واحد من المتعودين يشتروا منها دخل عليها ولقاها بالشكل ده، فاتصل بالنجدة وبلغ باللي حصل لها، وبدورنا اتحركنا وكلمت حضرتك بلغتك. ماشي يا محي، هدخل عين باقي التفاصيل بنفسي. تمام، اتفضل يا باشا. قربت من المكان، وساعتها محي زعق للعساكر اللي كانوا واقفين فخدوا جنب. واول ما دخلت
خدت بالي ان بتوع المعمل الجنائي لسه في مسرح الجريمه بيفحصوا الجثه. وقفت ورا واحد فيهم وهو منهمك في شغله، وركزت مع ورد اللي كانت واقعه على الارض وهدومها كلها غرقانه دم. جسمها كان فيه طعنات متفرقه كتير، ملامح وشها كانت خايفه، وده يدل ان الشخص اللي قتلها هددها مثلا وترجته عشان يسيبها. كان في سيناريوهات كتير بتدور في خيالي، وعشان ارجح حاجه فيهم كان لازم اخد لفه في المكان. اتحركت بخفه ومشيت في المحل لحد ما وقفت جنب الكاشير. ما كانش باين عليه اثار عنف او انه اتفتح بالعافيه، وده بينفي انها ممكن تكون جريمه قتل بغرض السرقه. كان لازم اقطع الشك باليقين، عشان كده طلعت خدت جلافز من العسكري اللي كان واقف مع بتوع المعمل الجنائي، لبسته وفتحت درج الفلوس. وساعتها اتصدمت لما لقيت الفلوس في مكانها. بصيت حواليا بتمعن انا بفكر ايه تاني ممكن يتسرق. ساعتها لمحت خزنه صغيره على جنب، ولما قربت منها خدت بالي انها مفتوحه والمفتاح بتاعها مش موجود. في اللحظه دي استغربت، سالت نفسي ايه اللي ممكن يجيب خزنه في محل ورد الا لو عندها حاجه غاليه محتاجه تحافظ عليها كويس قوي. والغريب ان الخزنه دي هنا في المكان ده مش في البيت مثلا. فقت على صوت محي وهو بيسالني: ها يا باشا، وصلت الحاجه؟ هو حد قرب من الخزنه دي؟ محدش لمس اي حاجه خالص يا فندم. امال العلبه دي محطوطه كده ليه؟ مش عارف يا باشا، هي فيها ايه اصلا؟ ما فتحتهاش لسه، استنى لما اشوف فيها ايه. وفعلا مديت ايدي ومسكتها. كانت علبه قطيفه حمراء شكلها مستطيل. فتحت الكليبس بتاعها فانفتحت على طول. اكتشفت ساعتها ان فيها سلسله لونها ذهبي باسم هند. تلقائي بصيت لمحي وسالته: هي بتبيع دهب كمان ولا ايه؟ على حد معلوماتي لا، احتمال كبير تكون اكسسوار. امال ليه جايبه خزنه؟ قلت كده ومديت ايدي فتحت الخزنه وانا فاكر اني مش هلاقي فيها حاجه، بس اتصدمت لما لقيت فيها اوراق كتيره، كلها اوراق تخص ملكيه المكان وعقد شقه واراضي. بصراحه كنت مستغرب، ازاي حد يامن انه يسيب حاجات زي دي في خزنه المحل؟ ليه مش في البيت او اي مكان امن؟ طلبت من محي اتحفظ على كل الاوراق الموجوده في الخزنه. بعدها خدت لفه في المخزن اللي كان فيه الورد، وده مكان واسع وهادي مفيش اي حاجه تلفت الانتباه، غير ان كان فيه باقة ورد مركونه على جنب تقريبا جهزتها وما لحقتش تسلمها. افتكرت ساعتها الشخص اللي بلغ عن الجريمه. خرجت بره مره تانيه وسالت محي وقلت له: مين الشخص اللي بلغ عن الجريمه؟ الدكتور اللي في العياده هناك دي يا فندم، تحب استدعيه لحضرتك؟ لا، انا هشرب السيجاره اللي في ايدي دي واروح له ادردش معاه شويه بشكل ودي الاول. ماشي يا باشا، زي ما تحب. خلصت السيجاره وبصيت على العياده اللي محي شاور عليها. عديت الطريق ودخلت. بصيت بعيني على المرضى الموجودين في العياده. بعدها قربت من الممرضه وبيلت على ودانها وقلت لها: بلغي الدكتور ان مصطفى حمدان وكيل النيابه بره ومحتاج يدردش معاه شويه. حاضر يا فندم، اتفضل ارتاح وانا هبلغه حالا. وفعلا دخلت للدكتور وبعدها خرجت وقالت لي: هيخلص الكشف اللي معاه حالا وبعدين حضرتك تدخل على طول. مفيش مشكله، انا كمان ممكن انتظر عادي لما الاتنين اللي قاعدين دول يدخلوا. لا طبعا يا فندم، ثواني وهتدخل. قعدت مكانها وسكتت، وبعد شويه قلت لها: هو الدكتور بيحب الورد؟ لا خالص، دكتور محمود عنده حساسيه، لا ورد ولا برفان ولا اي حاجه ريحتها نفاذه. في اللحظه دي شكيت فيه، ايه اللي يخلي واحد مش بيحب الورد يتردد على محل للورد؟ قلت لنفسي ساعتها: واضح انها قضيه سهله، اسهل مما كنت اتخيل. ما حسيتش بالمريض اللي خرج من عند الدكتور الا لما لقيتها واقفه قدامي بتقول لي: اتفضل يا فندم، الدكتور في انتظارك. شكرا. دخلت على الدكتور واتصدمت لما وقف واداني وشه. الكلام اتجمد لثواني وبعدها قال لي: مصطفى، مش معقول، قد ايه الدنيا دي صغيره، عامل ايه يا درش وايه اخبارك؟ انا كويس، هي دي عيادتك؟ اه يا ابني، في ايه؟ فينك وفين اراضيك كده؟ اوعى تكون انت وكيل النيابه اللي الممرضه قالت لي عليه. ايوه انا. قول لي بقى، انت اللي بلغت باللي حصل لورد؟ ده حقيقي، انا رحت للسور بتاعها كالعاده زي كل يوم خميس، بس اتفاجئت انها فاتحه بدري والباب مفتوح ومش بترد، ولما دخلت وناديت عليها لقيتها واقعه على الارض وغرقانه في دمها. انت ايه علاقتك بورده اصلا؟ مفيش علاقه بيني وبينها، انا متعود كل خميس باخد منها ورد وانا رايح اقرا الفاتحه لامي وابويا. طيب ما لاحظتش حاجه غريبه في الوقت ده؟ الحاجه الغريبه الوحيده ان المحل كان مفتوح بدري،
ده مش من عادتها، هي بتفتح الساعة 11 وأنا كنت جاي 9. بقالك قد إيه فاتح العيادة دي؟ 2 وكام شهر. والستور بتاعها كان مفتوح قبل ما تيجي ولا اتفتح بعد ما جيت؟ بص يا سيدي، هو كان محل أبوها، كان محل قديم وعلى قده. اللي أعرفه إنها من 7 شهور جددته وطورت فيه وفتحته تاني، بس هو أصلا محل ورد قديم وكان اسمه البستاني. أنا عارف إن وقتك غالي وإني معطلك، بس معلش عندي سؤال أخير. في مشاكل بينها وبين حد من أصحاب المحلات؟ يعني سمعت مثلا إن في حد اتخانق معاها قريب؟ خالص، دي بنت مسالمة وهادية لأبعد حد. تصدق بالله يا درش، أنا قعدت شهر أتعامل معاها كل خميس وفاكرها خرصة، لحد ما في مرة كنت بتعامل معاها بالإشارة لقيتها بتضحك وبتقولي إنها بتعرف تتكلم. ساعتها كنت في نص هدومي وبتمنى الأرض تتشق وتبلعني. طب يا محمود، أنا همشي دلوقتي، وأنت لما تخلص شغلك يا ريت تشرفنا عشان نقول الكلمتين دول في محضر رسمي، وده رقم تليفوني خليه معاك وكلمني في أي وقت، ويبقى خلينا نشوفك يا عم. حاضر يا مصطفى، والله أنت كنت وحشني أوي، بس أنت أكيد عارف إن الدنيا تلاهي وبتسحل الواحد مننا في مليون حاجة. عارف ومش زعلان منك والله. يلا أشوفك على خير، سلام. سلام. سبته ورجعت تاني عشان أشوفهم وصلوا لإيه. مع وصولي لقيت محي واقف على الباب وبيقول لي: إحنا خلصنا كده يا باشا وهننقل الجثة على المشرحة. ماشي، وأنا هطلع على النيابة وهستنى هناك ملف كامل عنها. مين اللي اتردد عليها امبارح والنهارده؟ مين اللي كان في بينها وبينه خلافات؟ أنت عارف بقى يا محي الإجراءات. حاضر يا باشا، مسافة ما توصل وتشرب قهوتك هتلاقي كل المعلومات على المكتب قدام سعادتك. ماشي يا محي، ربنا معاك ويقويكوا يا رجالة. سبتهم وركبت عربيتي وطلعت على النيابة، ومجرد ما دخلت طلبت القهوة بتاعتي. قعدت شربتها وأنا بفكر في القاتل، واللي وصلت له بعد تفكير هو إن أكيد في خلافات بينها وبين قرايبها، وعشان كده أوراق الملكية بتاعت المحل والبيت والأرض في خزنة المحل مش البيت. وده يزود دايرة الشك، وإن ممكن يكون اللي قتلها حد من قرايبها. بس لو كده ليه القاتل ما خدش الورق؟ ما الخزنة كانت مفتوحة قدامه. يمكن ما كانش يعرف. كان في مليون تفسير للقضية بيدور في دماغي، واللي أكيد إن حل اللغز مش هيخرج عن حاجة منهم. فقت من تفكيري على صوت خبط على باب المكتب، بعدها الباب اتفتح ودخل منه محي. دخل وهو بينهج وحط قدامي ملف وقال لي: أوامر معاليك اتنفذت بالحرف. أنا بصيت في الملف بسرعة وممكن أقول لسعادتك نبذة عنه قبل ما تبدأ في التحقيق. قول لي اللي عندك يا محي. ورد سليمان، أمها توفت بعد ولادتها بشهر ونص، وبعد وفاتها ب2 أبوها اتجوز. مرات أبوها كانت كويسة معاها وراعت ربنا فيها، دي حتى خطبتها لابن أختها وكان فرحهم بعد 5 شهور. احنا كده محتاجين نعمل استدعاء لخطيبها ولمرات أبوها عشان ناخد أقوالهم. اعتبره حصل يا فندم. بعد شوية فعلا محي خبط على الباب وقال لي: مرات أبو القتيلة موجودة بره يا فندم. تمام، دخلها. أول ما دخلت شاورت لها تقعد. خلصت مكالمة في السريع وأنا براقب انفعالاتها وتعابير وشها، وبعد ما خلصت فتحت الملف بتاعها وقلت لها: مدام نجية محروس، اتجوزت سليمان بعد موت مراته ب2 وكنت متجوزة قبله واتطلقتي عشان ما بتخلفيش. حصل يا سعادة الباشا. قولي لي بقى، ايه طبيعة علاقتك بورد؟ ورد دي بنتي اللي مخلفتهاش. شوف، انا ربنا مرضاليش اني ابقى ام، بس عوضني بورد دي نسمة وملهاش صوت. عمرها ما حسستني اني مرات ابوها، ودايما تاخد رأيي في كل حاجة، ومن صغرها وهي بتقول لي يا ماما لوحدها من غير ما اطلب منها ده. يعني مفيش خلافات بينك وبينها على ورث المرحوم مثلا؟ لا يا باشا، ده انا ازود لها ورثها. هو انا يا حسرة ورايا مين ياخد مني؟ بس الشهادة لله، عمها هو اللي كان عينه على الدكان اللي فتحته، وكان عايز ياخد نصيبه في اخوه. اكمني سليمان يعني ما خلفش ولاد، بس هي وقفت له ورفضت، لانه كان عايز ياخد المحل ويديها نصيبها فلوس ويفتحه هو. وانت شايفه ان عمها ده ممكن يوصل بيه الحال انه يقتلها لو معرفش يمشي اللي هو عايزه؟ بصراحه كده هو راجل شراني وبتاع مشاكل، مش زي سليمان خالص. تعرفي ورد ممكن تكون محتفظه بعقد المحل فين؟ لا معرفش، بس هو مش في البيت. واضح انك دورتي ومتاكده، عشان كده ما خدتيش وقت حتى تفكري في اجابتك ولا عواقبه. عواقب ايه يا بيه اللي هفكر فيها؟ انا اللي في قلبي على لساني وجاوبت بسرعه عشان اخر مره عمها كان عندنا في البيت
هدد ورد وقال لها انه هياخد المحل غصب عنها. ساعتها خدت الورق من البيت وخرجت بعد ما مشي من غير ما اعرف راحت فين. ماشي، هيبان. قوليلي بقى علاقة ابن اختك بورد كانت عاملة ازاي؟ زي السمنة على العسل، مفيش بعد كده. طاهر ده اصله واد يتيم زيها، ويعتبر برضو انا اللي مربياه، وكان شايلها في حباب عينيه. منه لله بقى اللي عمل فيها كده وحرمنا منها، وحرمها هي كمان من فرحتها. ده فرحها كان خلاص مفيش. البقاء لله يا ست نجية. عندك اقوال تانية تحبي تقوليها؟ لا يا باشا، متشكرين، بس امانة عليك تجيب لي حقها وتكسر عين عمها الظالم ده. لو هو اللي عمل فيها كده ما تخليهوش ينفد بعملته دي. ما تخافيش، القانون هياخد مجراه. احنا هدفنا تحقيق العدالة ومفيش حد فوق القانون. روح، ربنا يطمن قلبك وينور طريقك. امضي على اقوالك يا حاجة، ولو احتجنالك هنبعتلك تاني. ماشي يا بيه، بس انا ببصم ما بعرفش اكتب ولا اقرا. مش هنختلف، اتفضلي بصومي هنا. حاضر اهو. اي خدمة تاني؟ لا متشكر جدا. والتاني مرة بقولك البقاء لله، ربنا يصبركم. البقاء لله وحده يا باشا. بعد ما خرجت من المكتب محي دخل وقعد قدامي وقال لي: ها يا باشا، وصلت معاها الحاجة؟ اه، وفي نفس الوقت لا. دي فزورة ولا ايه يا فندم؟ لا، بس في حاجة هي بتحاول تداريها، عشان كده رمت الليلة كلها على عم البنت. وكمان وانا بقول لها امضي قالت لي انا ببصم. لو بتبصم ومفيش مشاكل بينها وبين ورد، ايه اللي هيخلي ورد تشيل ورق البيت كمان في المحل؟ بص، هو كلام الست دي مش مقنع، بس للأسف مفيش حاجة تخلينا نتهمها، لأننا مش بنمشي ورا إحساسنا. كله هيبان قدام يا باشا. خاطبها بره، تحب أدخله لحضرتك دلوقتي؟ أيوة، خليه يدخل لما نشوف أقواله هو كمان. تمام يا فندم. بقولك يا محي، روح هاتلي اللي اسمه هاتلي عزمي عم ورد، لازم أتكلم معاه وفي أسرع وقت. أوامر معاليك. محي فتح الباب وندح عليه، وأول ما دخل سابه وخرج. قرب من المكتب ووقف قدامي زي الألف. اسمك وسنك؟ طاهر نصر الدين، 32 سنة، عندي ورشة تصليح عربيات. اقعد يا طاهر وخد راحتك. شكرا يا فندم. قول لي يا طاهر، تعرف ايه عن ورد؟ الله يرحمها بقى، كانت تبقى خطيبتي. كان في مشاكل بينكم في الفترة الأخيرة؟ لا لا خالص. مخطوبين صالونات ولا عن حب؟ بما انكم نسايب وكده يعني. بصراحة خالتي هي اللي تبقى مرات أبوها، عرضت عليا الفكرة وأنا وافقت، لأنها يتيمة زيي ومش هلاقي حد من عيلتها يوقف لي. خطبتها قبل موت أبوها ولا بعده؟ بعده يا باشا. ورد كانت بتحكي لك مشاكلها مع عمها ولا متعرفش حاجة عن الموضوع ده؟ كنت بسمع من خالتي وبسكت لحد ما هي تقول، عشان ما تحسش إني بتدخل في علاقتها مع قرايبها. بس الصراحة يا بيه، عمها ده راجل ناقص، عايز يكوش على كل حاجة. قال إيه؟ ياخد الدكانة ويخلصها فيها. طيب يا طاهر، ما تعرفش ممكن مين اللي يكون عمل فيها كده؟ بصراحة لأ، بس زي ما قلت لسعادتك، عمها هو الوحيد اللي من مصلحته يخلص منها، خصوصا بعد ما اكتشف ان عمي سليمان كاتب الشقة والأرض الورد، يعني يا دوب مش هيورث غير في المحل بس، فكان عايز يكوش عليه. طب وعلاقة ورد بنجية كان شكلها عامل ازاي؟ زي الأم وبنتها فعلا، ولا نجية كانت مرات أب عليها؟ نجية ما بتخلفش يا بيه، هي اللي مربياني ومربية ورد كمان. عمري ما شفتها بتزعق لها، دايما الاتنين كويسين مع بعض. فهمت. اتفضل امضي على اقوالك، ولا بتبصم انت كمان؟ لا، ده انا معايا دبلون وبعرف اكتب واقرا. طيب امضي، وخليك في محل الاقامه المثبت في البطاقه، عشان لو احتاجنا لك نعرف نوصل لك. اكيد يا باشا، هو انا يعني هروح فين؟ تمام. بعد ما خرج من عندي ناديت على العسكري وسالته عن رائد محي، فقال لي انه خرج. ساعتها فضلت رايح جاي في المكتب بفكر في كلام طاهر وانا جايه، وفجاه موبايلي رن. استغربت لما لقيت ياسين اللي بيتصل بيا، ومع اتصاله اللي اتكرر مرتين طلبت من الكاتب يخرج بره المكتب لحد ما ابعت له. وبعد ما قفل الباب مسكت التليفون رديت. ايه يا مصطفى، هناخد موعد عشان نكلمك بعد كده ولا ايه؟ لا والله يا ياسين، بس مسحول في قضيه جديده. كالعاده يعني. طيب طمني، عملت ايه مع هدير؟ صلحتها ولا ايه دنيتك؟ لا والله ما روحتش من ساعه ما قفلت معاك اول مره،
بس كلمتها قبل ما تشغل وهديتها بكلمتين. طيب على العموم هي كلمت مراتي واديها بتلبس ونازله لها. طب امانه عليك توصي المدام عندك تبقى حنينه وما تقومهاش عليا، هي كده كده الحرب دايره من غير تسخين. ما تقلقش يا سيدي، انا مرسيها على كل حاجه. ربنا يستر يا ياسين. ماشي يا حبيبي، انا قلت اشوفك عملت ايه قبل ما تروح لها. فيك الخير والله، يلا سلام. سلام. قفلت معاه ورميت نفسي على الكنبه اللي في المكتب، جسمي كان كله مدغدغ. فضلت افكر في القاتل والدوافع بتاعته لحد ما رحت في النوم من غير ما احس بنفسي. وبعد شويه حسيت بايد بتخبط على كتفي، فتحت عيني بفزع وانا بتنفض من مكاني. بصيت حواليا بغضب ممزوج بالخضه وقلت لمحي: في حد يخض حد كده؟ الباب ده اخترعوه عشان الناس تخبط عليه قبل ما تدخل. انا اسف يا باشا والله، ما كانش قصدي ازعج حضرتك واخضك كده، بس انا خبطت مره واتنين وتلاته وحضرتك ما ردتش. ده انا حتى لما دخلت فضلت واقف انادي عليك كتير وبرضه ما ردتش، فاضطريت اعمل كده عشان تفوق. بكرر اسف المعاليك، ما كانش قصدي يا باشا. خلاص ولا يهمك، خلي حد يعمل لي قهوه عشان الصداع هيفرتك دماغي. طب اطلب لك اكل؟ انت ما اكلتش حاجه من امبارح. لا انا عايز قهوه عشان افوق. ماشي يا فندم. اختفى كام دقيقه وبعد شويه رجع والعسكري وراه شايل فنجان القهوه اللي حطها قدامي على المكتب وانصرف. ومع انصرافه ابتسم محي وقال لي: تؤمر باي حاجه تانية يا فندم؟ اقعد يا محي. اوامرك. خير. معلش اني اتعصبت عليك، بس انت خضتني. لا لا ولا يهمك يا باشا، انا عارف اني غلطان. المهم طمني، في جديد في تحقيقات؟ لحد دلوقتي طاهر ونجية بيغنوا ويردوا على بعض. اه بالحق، انا كنت بصحيك عشان اقول لك ان عزمي بره، انا اللي جبته بنفسي. عزمي مين؟ اخو سليمان يا باشا اللي حضرتك طلبت مني اجيبه. اه يا راجل، وسايبنا نرغي هنا وهو قاعد بره، دخله بسرعه. طب وقهوتك يا فندم؟ هشربها وانا بحقق معاه. ماشي تمام. نده على العسكري وخلاه يدخل عزمي. عزمي كان راجل في اواخر الستينات. شاورت له يقعد وقلت له: البقاء لله. البقاء لله وحده يا باشا. ما عرفتوش مين اللي عمل كده في بنت الغالي؟ لا، ما احنا هو جايبينك عشان نعرف. وانا هعرف منين اللي قتلها يا بيه؟ يعني مش انت مثلا؟ وانا اتجننت عشان اقتل بنت اخويا؟ طب هقتلها ليه؟ عشان في مشاكل بينكوا على المحل؟ هو البوليس كمان عنده علم بالموضوع ده؟ بص من الاخر، نجية وطاهر اقوالهم كلها بتقول ان انت المستفيد الوحيد من قتل ورد. ايه؟ انا قتلت ورد؟ ليه؟ هو اخويا حرمني انا من الورث ولا حرم مراته؟ تقصد ايه بكلامك ده؟ اقصد ان سليمان اخويا كتب الارض والبيت باسم ورد، وما سابش حاجه لمراته غير حقها في المحل مع ورد ومعايا. انا قلت لهم هشتريه منهم، بس هي اللي مالت دماغ البت بعد ما كانت موافقه. لا، واحده واحده بقى كده واشرح لي بالراحه، لان نجية قالت غير كده خالص. انا معرفش نجية قالت ايه، بس بعد موت اخويا بكام يوم جالي تليفون من نجية وطلبت مني اروح لهم. ولما روحت قعدت تعيط وتشتكي لي ان اخويا ما سابلهاش غير مراسه في المحل وبس. ساعتها ترجيتني عشان اشتريه واخلصها في حقها. انا ما كانش عندي علم باللي سليمان عمله، بس طول الوقت كنت بقول له اني مش مرتاح لنجية. طيبتها الزياده واسلوبها ما كانش مريح بالنسبه لي. في اليوم ده فضلت قاعد مستني ورد لحد ما رجعت وخدتها ونزلنا اتمشينا شويه زي ما نجية شارت عليا. ووقتها قلت لها: سمعت ان ابوكي ما سابش حاجه لنجية خالص، صح الكلام ده ولا بيفتروا عليه؟ لا صح، بس مش عارفه هو عمل كده ليه. عايز يحفظ لك حقك، بس ده مش شرع ربنا. انت ما غصبتهوش يا ورد، هو عمل كده بارادته. ده حقيقي، انا ما كنتش اعرف اي حاجه من الكلام ده غير بعد موته. طب يا بنتي، انا هشتري المحل واخلصك انت ونجية فيه. قلت ايه؟ مفيش بعد قولك يا عمي، اللي تشوفه صح يتعمل. خلاص، بكره نجيب حد يتمنه، وبعدها فلوسكم تبقى عندكم ونمضي العقود. ان شاء الله يا عمي. وبعدها روحتها بيتها وما طلعتش معاها، مشيت على طول عشان ما اتاخرش. وتاني يوم رنيت عليها كتير ما كانتش بترد، فخدت الراجل اللي هيفصل المحل ورحت لهم البيت. ساعتها قابلتني نجية أسوأ استقبال، كأنها حد غريب أول مرة أعرفه.
ما راعتش حتى صلة الدم اللي كانت بينا وهي بتقول لي: نبيع ايه يا راجل يا خرفان يا نصاب، يا اللي قلت 2 ولاية اضحك عليهم وارمي لهم قرشين واخد المحل. مش ده كان اقتراحك وانا بنفذه؟ انت جاي ترمي بلاك عليا؟ ارمي بلايا على مين يا ست انتي؟ اقفي عوج واتكلمي عادل، انت اللي شرطي عليا اشتري المحل عشان تاخدي نصيبك. ساعتها شاورت بايديها الاتنين لوردة عليا وقالت لها: ادي اللي ابوكي سابنا ليه، عاوز ياكلنا لحم ويرمينا عظم. مش قلتلك عمك ده مش سهل؟ ادي جاي لعتبة بيتي وبيرمي بلاء عليا وبيقول قال ايه؟ انا اللي قلت له يشتري. مليون مرة اقول لكم الراجل ده مية من تحت تبن، بس محدش كان بيسمعني. عرفتي واتأكدتي يا ورد ولا لسه هتقولي عليه عمك؟ في اللحظة دي وردة قربت مني، وقفت قدامي وقالت لي: انا مش هبيع حاجة، وانت مالكش في المحل، واللي عندك اعمله. حسيت ساعتها اني اتلعب بيا. ومن مين؟ من حتة ولية ما تسواش في سوق الحريم حاجة. بس هي لعبتها صح. انا حتى ما زعلتش من وردة عشان اللي حصل، بس اسلوبها وطريقة كلامها خلوني اشيل منها. مشيت يومها ومن بعدها ما عرفتش عنهم حاجة، بس وصلني من كام شهر ان وردة تعبانة. ولما روحت اعمل بالاصول وازورها عرفت انهم متخانقين على الشقة. القاذرة عايزة تبيعها وينقلوا مكان تاني، لكن وردة رفضت وقالت لها: الشقة دي باسمي، وانت يا دوب قاعدة فيها لحد ما ربنا ياخد وديعته. دي فيها ذكريات امي وابويا ومستحيل افرط فيها. ورد كان استقبالها ليا فاتر. باركت لها على المحل الجديد وقلت لها: لو عايزة اي حاجة انا رقبتي سدادة. بعدها سبتها ومشيت، ومن يومها اخبارهم اتقطعت عني. ما عرفتش حاجة غير لما كلموني قالوا لي ان ورد حد ضربها بسكينة. انا كنت بظبط امور شغلي وهروح لهم البيت اشوف فيه ايه. اصل انا بصراحة فكرته ملعوب من ملاعب نجية وخفت، عشان كده اتصلت عليهم كتير، ومع عدم ردهم كنت هروح لها المحل. بس انتوا بقى سبقتوني وحضرة الظابط جه خدني الاول. طب وعلاقتها ايه بخطيبها؟ كانت كويسة ولا فيها مشاكل؟ طاهر نفسه بتاع مشاكل، مش بينزل لي من زور، وما دام قريب نجية يبقى دي حلاب زيها. انا كنت رافض الموضوع كله وقلت لها: يا ورد يا بنتي، انت متعلمة علام عالي ومعاكي جامعة، ما تقليش قيمتك مع واحد زي ده. بس تقول ايه يا باشا، الزن على الودان امر من السحر. البنت كان باين من اسلوبها انها مترددة ومش قابلة الموضوع، لكن كالعادة نجية كلت دماغها ومالتها من ناحيتي اني مش رايد لها الخير واني عايز اجوزها لحد من عيالي. والكلام ده ما كانش صح، لان عيالي كلهم خاطبين ومبسوطين. الخلاصة يعني ان طاهر من نجية مفيش فرق بينهم، كلهم سوس في المش ومش سالكين. ماشي تمام. شاكك في نجية ولا طاهر اكتر؟ الاتنين نفس السواد. ممكن نجية تكون وزة طاهر، خصوصا انها هتورث ورد بعد ما تموت. وجهة نظر تحترم. عندك حاجة تانية عايز تقولها في التحقيقات؟ لا يا باشا متشكر، كتر خيرك. طب اتفضل نمضي على اقوالك، ولا بتبصم؟ لا بمضي يا باشا، الحمد لله انا متعلم قوي وعجبك. تمام. بعد ما مضى على اقواله وسبته يخرج، ومع خروجه محي اتكلم وقال لي: ده ايه القضية دي؟ كل ما نقول هانت هتتحل تتعقد اكتر واكتر. قضية ملهاش ملكة. اقوال نجية وطاهر بتضرب في عزمي، واقوال عزمي بتضرب في نجية وطاهر، بس الاكيد ان اللي في ايده ينفذ هو طاهر. بصراحة شايف ان معاه حق. نجية ست كبيرة وهتتلخم وتروح في شبر مية، وقلبها مش هياخدها تضربها عدد الطعنات دي. وبعدين ده اللي قتلها بينتقم، مستحيل يكون شخص عادي. دي واخدة 43 طعنة في جسمها. مش عارف يا محي، انا من البداية مرتحتش لكلام نجية ولا اسلوب طاهر، وحاسس اني وراهم مصيبة. هيبان يا باشا. عايز حضرتك تطلع لي امر تفريغ الكاميرات المحل والشارع كله عشان نعرف اللي راح واللي جه. ماشي تمام. انا هروح دلوقتي، وعايزك اول حاجة تعملها بكرة الصبح تكون جايب لي طاهر ونجية هنا عشان اواجههم باللي عزمي قاله، ولو انكروا هواجههم كلهم ببعض عشان نعرف مين الكذاب ومين فيهم اللي قتلها. حاضر يا مصطفى بيه، اللي حضرتك تقوله اوامر. تمام. هقوم اروح انا بقى واشوفك الصبح على خير. في رعاية الله يا فندم. سبت وخرجت من النيابة. كنت محتاج الف بالعربية واشم شوية هوا قبل ما ارجع البيت، بس للأسف ما كنتش قادر. كل حتة في جسمي كانت بتستغيث بيا،
عشان اخد شاور واكل وارتاح. وده اللي حصل فعلا. روحت البيت على طول، واول ما دخلت دورت على هدير، ولحسن حظي اني لقيتها نايمه. عشان كده اتسحبت على طراطيف صوابعي واخدت هدومي ودخلت خدت شاور. بعدها طلعت عملت لنفسي سندوتش ونمت على نفسي وانا باكله على الكنبه. ما حسيتش بحاجه غير وهي بتصحيني. فتحت عيني وقلت لها: صباح الخير يا حبيبتي، هي الساعه كام؟ صباح النور، داخله على 11. خد رد على موبايلك اللي ما بطلش رن ده. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، مين اللي اتصل بيا كل المكالمات دي؟ طيب ده رقم محي، الرقم التاني ده بقى رقم مين؟ ما تشوفه في ترو كولر يا مصطفى، بدل ما انت مغلب نفسك كده. تصدقي معاكي حق، انت صح، بس هتصل الاول بمحي اشوفه عايز ايه ووصل لايه. طيب هحضر لك الفطار بقى على ما تخلص مكالماتك. ماشي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. وفعلا دخلت المطبخ وانا اتصلت بمحي. بعد ما خلصت المكالمه قمت دخلت الحمام ولبست هدومي بسرعه. بس وانا طالع من الاوضه لقيتها في وشي وبتقول لي: انا بدور عليك، رحت فين؟ يلا الفطار جاهز. معلش يا قلبي انا لازم انزل حالا. طب والفطار يا مصطفى؟ افطري انت بقى يا حبيبتي. قربت منها وبوست راسها وقعدت البس جزمتي. كنت سامعها بتبرطم بالكلام وبتقول ان كده كتير عليها وانها زهقت. ما كانش عندي وقت حتى اني اقف وصالحها او ادخل معاها في مناقشه الشغل واخدك واهم مني والكلام ده. عشان كده سحبت نفسي بهدوء ونزلت بسرعه على النيابه. اول ما وصلت كانوا نجيه وطاهر موجودين. طلبت من محي يدخلي نجيه الاول، ومع دخولها المكتب قلت لها بنبره حاده: من اول كلمه قلتيها وانا عارف انك كدابه، بس السؤال ليه؟ عزمي عمل لك ايه عشان تخليني اشك فيه؟ بتبعدي عن نفسك التهمه مثلا؟ انا مش فاهمه حاجه من الكلام اللي سعادتك بتقوله يا باشا. بصي انا مطول بالي عليكي ومش عايز اتكلم او اتعامل باسلوب مش لطيف معاكي احتراما لسنك، بس لو هتسوقي في العوج هتشوفي وش تاني مش هتحبيه. لا وعلى ايه يا باشا؟ انا هقول لك كل حاجه انت عايز تعرفها. حلو، احكي لي كل حاجه بصراحه. ها؟ بصراحه، عشان ما تشوفيش الوش التاني. انا وقعت بينها وبين عمها عشان يخلالي الجو واعرف اخليها تسيب لي الشقه. كدبت عليها وفهمتها انه طمعان فيها عشان ابعده عنها. العيب مش عليا، العيب عند اللي خدني لحم ورماني عظم واستخسر فيا حته الشقه. بعد ما شلت بنته وخدمته وربيتها وكبرتها وخليتها عروسه، يكون جزاتي انه يكتب لها كل حاجه واطلع من المولد بلا حمص. كنت هعمل ايه؟ ارجع اقعد في الاوضه اللي على السطوح بعد العمر ده كله؟ انا اتخانقت معاها وكنت عايزاها تبيع الشقه وناخد مطرح تاني، بس هي مرضتش وعصلجت دماغها وفضلت تقول لي: دي من ريحه ابويا وامي ولا يمكن ابيعها. بس انا والله ما عملت لها حاجه ولا مسيتها بسوء. انا كنت متضايقه منها وشايله في قلبي، خصوصا لما خدت الورق بتاع البيت والارض والمحل وخبته مني. بس ما توصلش للقتل يا باشا. انا كنت خايفه تشكوا فيا عشان كده كدبت عليك وقلت عمها يشيل الشيله واشفي غليلي منه. وطبعا كنت مظبطه مع ابن اختك الكلام اللي قلتوه على عمها. حصل يا باشا، بس وعهد الله ما قتلتها، ولو الزمن رجع بيا مش عاوز منها حاجه ولا حتى الشقه. هيبان، تفريغ الكاميرات هيبين كل حاجه. وامضي على اقوالك اللي لو طلع فيها حاجه كدب المره دي هحبسك بسببها، حتى لو مش انت اللي قتلاها. ببصم يا باشا. طيب ابصمي وخلصينا. اول ما خلصت وبصمت ناديت لي عسكري يدخل طاهر، ولما دخله طلبت منها تخرج وما اديتهاش حتى فرصه تبص له. ساعتها قلت له: اقعد يا طاهر على ما اخلص المكالمه اللي معايا. وقتها كان نفس الرقم بيرن، رديت عليه عشان اشوف مين. الو، ازيك يا درش، عامل ايه؟ مين معايا؟ انت معرفتنيش ولا ايه؟ لا والله معرفتكش، مين معايا؟ انا محمود، دكتور محمود. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ عندك جديد ولا ايه؟ بصراحه انا كنت بتكلم مع الممرضه وبندردش في اللي حصل امبارح بالليل وقالت لي على حاجه مهمه، بس دي على عهدتها. حاجه ايه دي يا ترى؟ بتقول ان ورده اتخانقت مع خطيبها من كام يوم وفرج عليها الشارع. متاكد من كلامك ده؟ ده كلامها هي، وانا حبيت انقله لحضرتك، يمكن يكون مفيد لكم في التحقيقات ولا حاجه. مش عارف اقول لك ايه يا محمود، بس اتصالك ده جه في الوقت المناسب.
حقيقي ممتن ليك. يا ريت تبلغ الممرضة لو أمكن تيجي تدلي بشهادتها هدية، عشان أكيد هتنفعنا. حاضر هبلغها، ولو كده هجيبها لك بنفسي. متشكر يا محمود، أنا مش هنسالك الموقف ده. حبيبي على إيه تسلم. يا رب بس تمسكوا اللي عمل فيها كده، لأنها كانت بنت غلبانة وما تستاهلش الموتة دي. ماشي يا محمود، معلش هقفل معاك دلوقتي وهكلمك بعدين إن شاء الله. ماشي يا باشا، سلام. قفلت معاه وأنا ببص لطاهر اللي قاعد قدامي بابتسامة تشفي، وفي نفس اللحظة قلت له: قول لي بقى يا اسطى طاهر، قتلتها ليه؟ قتلت مين يا باشا؟ أنا ما قتلتهاش والله. هنستعبط؟ تعالى لي سكة ودغري. ما أنا قلت اللي عندي المرة اللي فاتت يا باشا. لا ما قلتش كل حاجة، أنت اتعمدت تكذب. وصدقني لو ما قلتش الحقيقة واعترفت بكل حاجة، اتأكد إني هسلمك لعشماوي بإيدي. ليه بس كده يا باشا؟ قتلتها ليه؟ والختمة الشريفة ما قتلتها؟ تنكر خناقتك معاها الرب السما قبل ما تموت بكام يوم وفرجت عليها الشارع؟ لا مش هنكر، بس كل المخطوبين بيتخانقوا عادي. ايوه بس مش بيفضحوا بعض ولا ايه؟ دي كانت مجرد خناقه عاديه يا باشا. وايه سبب الخناقه العاديه دي بقى؟ وليه ما قلتش في البدايه انك اتخانقت مع ورد؟ خفت ادخل في سين وجيم والعين تبقى عليا. الله دي حلوت قوي، كل واحد يقول لي خفت. ولا انت متفق مع نجيه تقتلوا البنت الغلبانه دي عشان تاخدوا ورثها وتلبسوها لعمها؟ والله العظيم ما حصل. شوف انا فيا كل العبر يا باشا، الا اني اخون العيش والملح واغدر. اتخانقت معاها ليه يا طاهر؟ كنت عايز ابدل معاها، اديها المحل بتاعي واخد المحل اللي ورثاه من ابوها. بصراحه المحل بتاعها على ناصيه وفي شارع رئيسي، وهي يعني مش هتفتح فيه حاجه توكل عيش. وبعدين ايه اللي حصل؟ حاولت الين دماغها مره واتنين وتلاته، بس دماغها كانت ناشفه، فشديت معاها قبل اللي حصل لها ده بيومين وصوتنا كان عالي. ده حتى الناس اتلموا علينا وسمعوني وانا بقول لها: وربنا لا قعدك في البيت بعد الجواز، وما هتخطي برجلك المحل ده، وهاخده برضاكي او غصب عنك. طب انت هتفضل منورني هنا لحد ما تفريغ الكمالات يوصل، ونشوف بقى انت رحت لها يوم الجريمه ولا ما رحتش. يا باشا انا ما عملتش حاجه، امضي على اقوالك. حاضر، بس انا مظلوم والله يا باشا. هيبان، كله هيبان. ناديت على العسكري اللي بره وقلت له: خده على الحجز وشوف لي الرائد محي فين. في اللحظه دي دخل محي وهو بيقول: بتجيب في سيرتي يا باشا؟ اتاخرت يعني، كنت بجيب تفريغ الكاميرات بنفسي زي ما قلت لحضرتك. وفيها حاجه؟ فيها حل كل حاجه باذن الله. طب اقفل الباب واقعد. حاضر يا باشا. قول لي بقى وصلت لايه؟ الاول قبل اي حاجه خد الفلاشه دي كده اتفرج عليها. خدت الفلاشه وشغلتها واتفرجت على الفيديو اللي عليها وقلت له: ده واحد جايب لها بوكيه ورد اللي لقيناه جوه في المخزن. ركز كده هتلاقي العلبه القطيفه في ايده. ايوه بس العلبه دي فيها سلسله اسمها هند، والقتيله ورد. وهنا مربط الفرس، احنا محتاجين نوصل للشخص ده عشان نعرف ايه اللي حصل، لانه اتردد على المكان اكتر من مره، وحتى يوم الجريمه جه في نفس اليوم تحديدا في نفس وقت وقوعها. يعني ده مرتكب الجريمه بنسبه كبيره هو يا فندم. اعمل التحريات اللازمه عليه وبعدها نطلع امر ضبط واحضار. حصل يا فندم ووصلنا الاسم وعنوانه، مش ناقصنا غير امر من معاليك بالتحرك. حلو جدا، انا هروح اجيبه بنفسي، يلا بينا. فعلا رحت مع القوه للعنوان اللي التحريات اثبتته، وهناك لما اتكلمنا مع امه عرفنا ان حسام نايم في اوضته تحت تاثير المهدئ. قعدت مع امه شويه واكتشفت ان في برواز كبير ليه مع ورد في الصالون، فسالت والدته: هي تبقى له ايه دي يا حاجه؟ خطيبته الله يرحمها كان اسمها هند. هند؟ اه يا ابني، اتوفت في حادثه الاتوبيس دي اللي هزت مصر. معلش يا حاجه بس عشان استوعب، هي هند اتوفت امتى؟ من كام شهر كده، ومن بعدها ابني دخل في حاله نفسيه وحشه ومشي في طريق المهدئات، ويا حبه عين الدكتور غلب معاه. من كام يوم راجع لي بيعيط بعد ما فكرت انه خف. دخل عليا وهو مفطور من العياط وبيقول لي: انا شفت هند، رحت كلمتها ما عرفتنيش، حتى لما وديت لها هديه عيد ميلادها زعقت لي ما رضتش تاخدها. انا 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 مش عارف بتنكر نفسها مني ليه. ساعتها كلمت الدكتور بتاعه وحكيت له اللي حصل وقال لي انه هيتصرف،
بس بيني وبينك من يومين رجع وهدومه غرقانة دم. دخل اوضته من غير ما يتكلم وحبس نفسه. كلمت الدكتور بتاعه جدا له مهدئ وقال لي اسيبه لحد ما يفوق مع نفسه. هو انتوا عايزينه في ايه؟ ابنك متهم في جريمة قتل. يا حستي، قتل مين؟ واحدة شبه هند الله يرحمها الخالق الناطق. لا، ابني لا يمكن يعملها. كل اللي انت حكيتيه ده بيأكد ان هو اللي عملها يا حاجة. عامة الدكتور بتاعه أضرب حالته. أنا هسيب القوة هنا عشان ابنك لما يفوق هناخده وهنعمل استدعاء للدكتور ونشوف حالته. وفعلا يا هدير، الدكتور أكد إن حسام بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة واكتئاب شديد بسبب موت خطيبته، وإنه لما قابل وردة حكاله إنه لقى خطيبته. ساعتها الدكتور حاول يقنعه إن ده مجرد تشابه. كان فاكر إن مع الوقت هيفهم ده، بس للأسف خلص عليها لما رفضته. يا مصطفى، ده انت شغلانتكوا دي طلعت صعبة قوي. عشان بس تقدري إن تعبي وسهري وانشغالي عنك مش بيبقى من فراغ. أنا آسفة، وأوعدك إني مش هتخانق معاك تاني على الفاضية والمليان. أتمنى كده. ويلا قومي بقى البسي عشان عزمك انت وياسين ومراته على العشاء. لا خلاص بقى. خلاص ايه؟ مش هينفع اتحرك كتير الفترة الجاية. ليه ان شاء الله؟ عشان انا حامل والحركة اللي زيي مش حلوة. يا ما انت كريم يا رب. عارفة لو جبنا بنت ان شاء الله هسميها ورد. موافقة يا سيدي. اللي قولي صحيح، انت عملتوا ايه في طاهر ده؟ حبستوه؟ لا، بمجرد ما وصلنا للقاتل طلعته. ما كانش فيه تسجيلات تدينه اصلا. بس عارفة، الورث فعلا بيفرق. انا عمري ما شفت لحد دلوقتي ورث جمع. دايما المشاكل والكره والحقد والغل بيجي من ورا المواريث، مع ان ربنا مشرحها في القرآن، بس غياب العدل يعمل اكتر من كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكر جدا ليزا زغلول على كتابتها، وبشكركم انتوا كمان انكم وصلتوا معانا لحد هنا. لو القصة عجبتكم اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد دايما. واستنونا في فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي الليل.